سبب غيابي عن اليوتيوب. سبب غيابي عن اليوتيوب، اكلمكم عن اول سبب وهو الشغل. الحقيقة انك تكون شغال شغل ثابت مقابل مادي ده بيبقى صعب جدا، وبالاخص لو انت مش حابب المجال اللي انت شغال فيه. انت متخيل ان فجأة يبقى كل ايامك بنفس كل يوم؟ مفيش روتين بيتغير كل يوم، شغل بياخد كل طاقتك. فما بقاش عندي طاقة اسافر ولا اصور فيديوهات ولا اعمل اي حاجة من اللي انا بحبها، لدرجة اني فقدت الشغف. كنت دايما بسأل نفسي طول الوقت، لو سبت الشغل هقدر اسافر؟ طب اجيب فلوس السفر منين؟ طبعا القرار كان صعب، انك تسيب حياة مستقرة ودخل ثابت ووظيفة ثابتة وتروح للمجهول لحاجة انت مش عارف هل هي هتنجح ولا مش هتنجح. تعال افرجكم الكوخ اللي انا نزلت فيه على البحر. هنا السقاية وهنا حاطين تكييف، ده اهم حاجة. تمام، مساحة الكوخ كويسة وحلوة. تمام، تعالوا بقى افرجكم الفيو بتاع الكوخ عامل ازاي، الجمال كله. حاجة جامدة. السبب التاني اني بقالي فترة كبيرة بسأل نفسي، هل الموضوع ده كله هيبقى بفايدة بعد كده؟ كل المجهود والسفر والتكاليف دي هتبقى بفايدة في الآخر؟ طب امتى؟ طب ليه الموضوع واخد وقت كبير قوي كده؟ ما انا شايف حاجات تانية على الميديا مش متعوب عليها لكن جايبه فيوز جامده جدا، ومفيش محتوى من الاساس لكن ما شاء الله عندهم ارقام. طب هل الناس دي اللي صح ولا انا اللي غلط؟ ما انكرش ان الموضوع فيه نوع من الاحباط، وخصوصا ان النتائج غير مرضيه تماما ومش على قد المجهود اللي انا بعمله خالص. ولكن دايما مؤمن بحاجه واحده بس، وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بس دي الحاجه الوحيده اللي انا مقتنع بيها ومؤمن بيها دايما، وهي دي الحاجه اللي مخليني مستمر لحد دلوقتي. بس ودي كان سبب غيابي عن اليوتيوب. ان شاء الله الفتره الجايه اوعدكم بفيديوهات قويه. اهم حاجه دعمكم ليا عشان هو ده اللي مخليني مستمر لحد دلوقتي. سلام، اشوفكم على خير.